تعرف ان في نوع رخيص جدا من الالماس وهو اللاب جرون دايموندز او الالماس الصناعي، وده اتسالنا عليه كتير جدا في البيج بتاعتنا الطويل للمجوهرات. وده يا طويل العمر بيتم انتاجه في بيئه اصطناعيه بتحاكي اللي بيحصل بالظبط في قلب باطن الارض، والعلماء اكتشفوا الطريقه دي سنه 1956. والالماس الصناعي ده فيه مزايا كتير جدا زي مقاومته العاليه للحراره والتاكل، فبيخلينا من الاخر نعرف نستعمله في مجالات كتيره جدا سواء طبيه او صناعيه بكل سهوله. وما تقلقوش، هعمل لكم حلقه كامله عن الصناعات اللي بيدخل فيها الالماس. طب انت برضو ما قلتليش بنعمله ازاي يعني؟ في الواقع هو في اكتر من كذا طريقه، بس انا هحاول اقول لكم الاشهر منهم. بس اول طريقه معانا هي ال HPHT او طريقه الضغط والحراره العاليه، ودي بقى اول طريقه الانسان استخدمها لعمل الالماس الصناعي. وفي الطريقه دي بقى بنجيب قطعه جرافيت وده شكل من اشكال الكربون، وبنحط معاه دايموند سيد، ودي بتكون قطعه الماس صغيره جدا بسمك شعر الانسان تقريبا. وبعد كده بنعرضها لدرجه حراره مهوله جدا بتوصل ل 1600 درجه مئويه، وبعد كده بنعرضها لضغط عالي جدا فبيتشكل من هنا الالماس بتاعنا. والعمليه دي بتاخد من ساعات لاسابيع على حسب طبعا حجم الالماسه المزروعه. ومعلومه كده من الجواهرجي، الطريقه دي ما بتطلعش اعلى كلاريتي في الالماس. وعندنا بقى طريقه تانية ودي الاحدث اسمها CVD او التحليل بالبخار الكيميائي. في الطريقه دي بنحط الدايموند سيد في غرفه مغلقه وتحت ضغط منخفض، وبعد كده بيتم تفريغ الغرفه من الهواء تماما، وبنعلي درجه حراره الغرفه ل 2500 درجه مئويه. وبعد كده بنضيف غازات غنيه بالكربون زي الهيدروجين والهيدروكربون، فبتتفاعل الغازات دي مع الدايموند سيد وبالتالي بيتكون عليها طبقه من الالماس. والطريقه دي بتخلي الالماس بيور اكتر والكلاريتي بتاعته اعلى بكتير جدا من الطريقه اللي فاتت. وفي طرق تانية لعمل الالماس على فكره، بس دول اشهر اتنين عشان بجد الموضوع معقد جدا. ولو حابين تعرفوا عن الموضوع ده اكتر قولوا لنا في الكومنت. طيب ايه الفرق بقى بين الالماس الطبيعي والالماس الصناعي؟ اكيد السعر طبعا، ما هو اللي تعب وحفر ونزل وشيء مش زي اللي اتعمل في المعمل. بص يا طويل العمر، كل الفصوص من اول ربع قيراط تقريبا بيطلع لها شهادات، وبيكون محفور جوه الفص بتاعه الكود اللي موجود في الشهاده، وبيكون مكتوب في الشهاده نفسها انه لاب جرون. فده اسهل طريقه كل الناس الغير مختصين يقدروا يعرفوا بيها الفص ده ناتشرال ولا لاب جرون. طب لو حد بقى جه يبيع لك فص من غير شهاده، ودي حاجه احنا ما بننصحش بيها خالص، بس انت هنا بقى ممكن تعمل ايه؟ تجيبه لنا واحنا هنعمل كشف على الفص نفسه، او هنوديه المصنع، لانهم بيدخلوا الفص على اجهزه فيها اشعه فوق بنفسجيه بتقدر تعرف على طول اذا كان الفص ده طبيعي ولا صناعي. فاهم حاجه، ما تروحش لاي حد، لازم يكون المكان بيبيع لك فصوص عليها شهاده GIA او HRD زي مجوهرات الطويل كده. طيب ليه نشتري الماس طبيعي وما نشتريش الماس صناعي مع ان الاتنين نفس الشكل والصناعي ارخص بكتير؟ لان اصلا بنشتري المجوهرات عشان نعكس الرقي وقيمه المجوهرات اللي معانا، انما الصناعي صحيح نفس الشكل واللمعان بس معمول للاستخدام الصناعي في المصانع والورش والحاجات اللي زي كده، وممكن تاني يوم الصبح نعمل منه كتير عادي، فهو مش نادر ولا حاجه، وعشان كده ملوش قيمه. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش لما تيجوا الطويل المجوهرات تقولوا لهم انكم جايين من حلقات الجواهرجي واسالوا عن العرض بتاعكم. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي.